سيبكم من اللي فات خالص وركزوا معايا في البسكوت بتاع النهارده. بسكوت جوز الهند اللي ما يختلفش عليه اتنين. بجد كلمه تحفه كلمه قليله جدا عليه. طب هقول لكم ايه، ريحته تحفه ولا طعمه ولا نعومته وذوبانه؟ حاجه كده في منتهى الجمال. هتسيبوا كل مخبوزات العيد وهتخلصوه هو. مقاديره سهله وبسيطه ومش مكلف اطلاقا، نفس مقادير البسكوت العادي بس بتكات مختلفه. شايفين البسكوته بجد حكايه. يلا بينا على بركة الله نشوف المقادير والطريقة، بس ما تنسوش لايك للفيديو. اول حاجة في المقادير كوباية الا ربع من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ او السمنة. لو هتستخدمي السمنة يبقى بدرجة حرارة التلاجة، تبقى السمنة متجمدة شوية في التلاجة. انما لو زبدة يبقى بدرجة حرارة المطبخ علشان تكون لينة معاكي وتتضرب معاكي بسرعة. وعليها كوباية الا ربع من السكر البودر، يبقى كوباية الا ربع من الزبدة زائد كوباية الا ربع من السكر البودر. هنقلبهم الاول كده مع بعض قبل ما نضربهم بالمضرب الكهرباء. اضربي الخليط ده كويس جدا بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي الويسك او بشوكة حتى، لغاية ما يبقى لونه فاتح جدا كده والقوام بتاعه هش وخفيف زي قوام كده الكريم شانتيه. والخطوة دي مهمة جدا لانها بتكون سر نعومة البسكوتة، اي بسكوتة عامة. وبعد كده بوقف وبضيف ربع كوباية من الزيت، ويكون زيت لونه فاتح كده وملهوش اي ريحة. ونرجع نضرب تاني لغاية ما يبقى كله قوام واحد. هتبص تلاقي القوام بيفتح اكتر بعد الزيت. في وسط الضرب كده بنوقف وبننزل اي حاجه كده في جوانب البوله، سكر بقى زبده اي حاجه، عشان كل الضرب مع بعضه كويس جدا بنفس الدرجه. نرجع بقى نكمل ضرب. شايفين بقى القوام بقى عامل ازاي من كتر الضرب، لونه بقى افتح وكمان قوامه اخف. في الوقت ده هضيف بيضه بدرجه حراره المطبخ. البيضه تكون خارجه من التلاجة قبل ما اشتغل بساعه. وهضيف عليها ورقه فانيليا او ربع معلقه صغيره من الفانيليا السايله. هرجع اضرب تاني البيضه كويس جدا مع الخليط لغايه ما تختفي معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزه لها اثر خالص. وبعد كده هنزل شويه شويه بربع كوبايه من اللبن، برضو بدرجه حراره المطبخ. اي حاجه هنستخدمها تكون بدرجه حراره المطبخ علشان الزبده ما تفصلش معايا. اهو شايفين مضرب الكهرباء هيديكي نتيجه حلوه جدا وكمان هيسهل عليكي. شايفه القوام ده مظبوط جدا، انا كده تمام. هشيل بقى المضرب. نجيب بقى بوله تانية حطيت فيها 3 كوبايات ونص من الدقيق. هنحط عليه مرشه من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تكتريش علشان البسكوته ما تنفش معاكي بزياده في الفرن. تمام كده. هنضيف عليهم بقى 3 معالق كبار من جوز الهند المبشور، بما انه بقى بسكوت جوز الهند. ونقلبهم مع بعض بالشكل ده. مبدئيا انا هستخدم 3 كوبايات ونص من الدقيق، حسب بقى العجينه بتاعتي ما تحتاج تاني ويمكن ما تحتاجش تاني وتكتفي بالكميه دي. هنزل بقى الدقيق بتاعي شويه شويه، مش هنزل بيه برضو كله مره واحده كده على الخليط بتاعي، وهبدا كده اقلب بالاسباتيولا من تحت لفوق. باخد بالي كده كويس وانا بقلب، مش عايزه اقلب كتير. اول ما بلاقي الدقيق بتاعي اتشرب بنزل بكميه كمان من الدقيق. ما تنزليش بكميه الدقيق كلها مره واحده، هتبصي تلاقي العجينه بتاعتك خشبت معاكي كده وتقلت، مش هتعرفي تلميها بسهوله. فكده افضل بكتير انزلي على 3 مرات 4 مرات. وبنقلب كده من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده علشان نتاكد ان الدقيق كله اتشرب. نزلت معايا باخر كميه من الدقيق كده 3 كوبايات ونص، نزلتهم كلهم. هنشوف بقى العجينه بتاعتي كده، هبدا اعجنها بايدي. هشوف بقى محتاجه دقيق كمان ولا لا. انا محتاجه عجينه تكون متماسكه علشان اشكلها بايدي، وكمان ينفع نشكلها بمكنه البسكوت. نبدا نعجنها زي ما انتوا شايفين كده بصوابع ايدي كده بلمها. طبعا الافضل انك تعجني العجينه كده بايدك زي ما انت شايفه كده وتقلبيها علشان تشوفي ملمس العجينه تحت ايدك ومحتاجه قد ايه من الدقيق وبتلزق ولا لا. لو بالمعلقه مش هتعرفي كده خالص. العجينه لسه طبعا بتلزق معايا قوي. ضفت لها نص كوبايه من الدقيق كده، يبقى انا ضفت 4 كوبايات كاملين من الدقيق. بقلب تاني زي ما انتوا شايفين اهو بصوابعي، وبحاول ان انا ما اكترش قوي عجن. بمجرد ما الدقيق معايا خلاص يتشرب هوقف على طول. بنضف البوله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده وبتاكد ان مفيش دقيق خالص موجود تحت. لميت العجينه بتاعتي كويس وزي ما قلت لكم اخدت معايا 4 كوبايات بالظبط من الدقيق. هركنها كده على جنب ونحضر مع بعض كده تزيينه بسيطه للوش، طعمها حلو جدا وهتديكي اضافه حلوه جدا.
الطبق بتاعي حطيت فيه 3 معالق كبار من جوز الهند المبشور، عليهم معلقه كبيره من سكر حبيبات مش بودر، وقلبتهم وهركنه كده جنبي وهوريكم ازاي هنستخدمه. عايزه اوريكم قوام العجينه بتاعتي، عجينه كده يابسه زي ما انتم شايفين ومفرفته كده من بعضها، لكن لو اخدت قطعه كده وضغطت عليها بلاقيها كده مش بتشقق وناعمه جدا معايا في ايدي. وده القوام المظبوط للعجينه، تبقى مفرفته كده زي ما انتم شايفين، متبقاش عجينه متماسكه في بعضها ولا ليها عرق طبعا، وفي نفس الوقت لما تاخديها كده وتكوريها ما بين ايدك تلاقيها كده ناعمه وما تشققش معاكي خالص. نبدأ بقى كده نشكلها مع بعض. هناخد قطعة صغيرة من العجينة قد حجم الغريبة، بس النهاردة هنبططها خالص بإيدينا زي ما انتوا شايفين عشان لسه هتعلى معايا في الفرن. وبعد كده بغطسها في السكر وجوز الهند زي ما انتوا شايفين كده على الوش، هيديها لون حلو جدا تحت الشواية وريحة وطعم جميل جدا. شايفين يا بنات اهو، بضغط عليها كده بكفة ايدي علشان اثبت جوز الهند والسكر عليها. واحدة كمان اهو، بنسويها بالشكل ده وبنزلها في السكر وجوز الهند وضغطة كده كمان، وبنسيب كده مسافة صغيرة بين كل واحدة والتانية علشان هتريح معايا حبة بسيطة في الفرن. شايفة بقى العجينة المظبوطة، مش بتشقق معايا ولا بتفرول ولا اي حاجة خالص اهو تمام. ومش بنريحها، بنشتغل فيها على طول، يعني بمجرد ما انا بخلص بحضر السكر وجوز الهند وبشتغل على طول. البسكوتات عامة مش بنسيبها تريح، تمام كده شايفين. وكمان الصينيه بتاعتي مش دهناها اي حاجه خالص. دلوقتي بقى هدخلها الفرن على 180 نار وسط، الشبكه عندي في الرف الوسطاني. اول ما يبدا معايا ياخد لون من تحت كده، لون ذهبي فاتح مش لون ذهبي قوي يعني، بنطفي الفرن ونولع الشوايه، وطول ما هي في الفرن بندير الصينيه علشان تستوي كلها نفس الدرجه ونفس اللون. بتاخد حوالي ربع ساعه تلت ساعه حسب حراره كل فرن، ما بتاخدش وقت كتير خالص في الفرن. وبعد كده بنخرجها على طول ونسيبها تبرد، ما نحاولش نخرج البسكوته كده بالعافيه من الصينيه علشان ما تتكسرش معايا. وادي اول صينيه طلعتها، شايفين بقى ما شاء الله السوا مظبوط. ودي تاني صينيه، ودي تالت صينيه. طبعا دي الكميه كلها اللي انا عملتها، لو صغرتي حجم البسكوته عن كده هترمي معاكي كميه اكبر. هسيبها تبرد زي ما هي كده مكانها زي ما قلت لكم، مش هيجي جنبها خالص. بعد ما تبرد بقى نبدا نقدمها في طبق شكله حلو كده. مش قادره اقول لكم ريحه جوز الهند والبسكوت ده بيستوي في الفرن عامله ازاي، بجد ريحته خطيره جدا جدا. الناس اللي بتعشق جوز الهند هم اللي هيفهموا كلامي، بجد ريحه خطيره. شايفين بقى الكميه بتاعتي ما شاء الله من 4 كوبايات دقيق. وزي ما قلت لك لو انت عايزه تكتري الكميه شويه هتصغري حجم البسكوته. شايفين بقى السوا المظبوط من تحت وكمان اللون المظبوط من فوق. شايفه بقى الكسره بتاعت البسكوته دي خطيره، البسكوته حرفيا بتدوب وحاجه كده بصي خفيفه جدا ومش مستحمله. وتكه جوز الهند والسكر على الوش مدينا كده خرفشه وطعم حلو قوي قوي. شايفين بقى الجمال، شايفين النعومه، اظن مفيش اجمل من كده. اتمنى تجربوها بجد، هتعشقوا البسكوته دي جدا جدا جدا. اتمنى تجربي كل الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها للعيد. جربي من كل صنف نص كيلو بس علشان ما تكتريش الكميه بتاعتك، وعلشان كمان تفرحي بيها اولادك. وكل سنه وانتم طيبين.